لديك من قصائد وأشعار بالفصحى، تفضل. سأسمعكم قصيدة طبعا هنا بعد أن مر عام في الغربة وكان هناك أحلام وأمنيات لم نستطع تحقيقها في البلاد، ولكن ألجأتنا الظروف إلى الغربة طبعا. تمام. فكتبت هذه الأبيات معبرا عنها، قلت لحظة، فيها. كتبتها من ن- كلماتك؟ الناس بيسألوا هل هي من كلماتك؟ نعم نعم، أكيد كل القصائد من كلماتي، والذي أسمعتكم من كلماتي أيضا، ها؟ والتي أسمعتكم من كلماتي. احلف يمين بالله. والله من كلماتي. صلاة على النبي، صلاة على النبي، ما شاء الله تبارك الله. والله إني توقعت قلت يمكن هذه من قصائد البردوني وأنت قدمتها. صلاة على يا النبي ولد، 21. والله لا تعيدها، أقسم بالله بوضوح الصوت، والله لا أرجوك أرجوك. يما والله إني افتجعت. مشاهدينا الكرام، القصيدة اللي سمعناها قبل قليل القصيدة الفخمة من كلمات أسامة. يا سماحة، والله شكرا. دعواتنا أرجوك، دعواتنا أرجوك. هرجتني زيادة يا أستاذ نبيل. لا حقيقة، لا. يعني نعيدها لكم إن شاء الله. أيوة عيدها وهات لنا اللي قلت عليها قبل شوية، تفضل. طبعا عنوان القصيدة من أنا. ارفع صوتك شوية، لي منعك. ارفع صوتك شوية. إذا نزل الصوت قول ارفع. طيب، كأسر لك بيدي. حسنا. أقول فيها: خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تصهل في دجايا، الله. صراخ الآه يصخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنايا، يعاتبني ويضنيني بماذا، ويسأل من أنا ولما عنايا. الله. يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا. أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في صبايا. أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي، ولا ألقى خطايا. الله. أنا جفن ضناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا، أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تمطرني الحكايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تمطرني الحكايا. أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا. أنا نجم تؤرقه الليالي، الله. أنا ركن حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي، أتدرك ما تخبئه شفايا. أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا. الله. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا. خفافيش المساء تنال صبحا، وصبحي مات حزنا في مسايا، وصبحي مات حزنا في مسايا. الله. الله. الله ما أروعك، الله ما أروعك. صلاة على النبي، ما شاء الله تبارك الله. إلى قناة السعيدة نداء، إلى قناة السعيدة، إلى قناة يمن شباب، إلى قناة المهرية، إلى شركات الإنتاج، إلى كل الإذاعات في اليمن. هل سمعتم ما سمعت؟ هل سمعتم ما سمعت؟ شاب يبلغ من العمر 21 سنة، لا زال شابا صغيرا، يمتلك هذا الصوت الإذاعي الفخم، ويمتلك هذه القصائد، شاعر وفصيح، ويمتلك ويمتلك هذه الموهبة الرائعة والفخمة.
والله وضائع أشكرك. في جواب جب اليمن، وضائع في الغربة. حرام علينا، أقسم بجلال الله حرام علينا إذا ما دعمناش. حرام علينا يا قنواتنا، يا إذاعاتنا، يا شركات إنتاجنا، حرام مثل هذا الرائع والمبدع أنه لليوم لم نره ولم يظهر. هذا من طفولة الباين شارب اللغة العربية ويشرب الشعر من طفولته، وإلى اليوم لم يعرف أحد. أعتقد هذا أول ظهور لك مع ممثل أو إعلامي يمني، أو يتهيأ لي. نعم نعم، هذه أول مرة. الله يسعد. أقسم لا شاهد لا بالله. شاهد. لذلك أش قلت لك من أول، يعني أشكرك على هذه. أقسم بالله هذا خير ما تقدمه أنت في هذا البرنامج وفي هذا العالم الأزرق، يعني رغم امتلاء العالم بالتفاهات، في هذا العالم الأزرق مليء بالتفاهات، وما نجد هذه المحتويات إلا نادرا جدا، وأشكرك من أعماق قلبي. حبيب قلبي، أنا أفدى قلبك، وما أجملك وما أحلاك وما أروع ما تقدمه. هناك أناس كثير يطالبون الآن ويريدون أن يستمعون إلى قصيدة الغربة، فنحن في شوق كبير لنستمع إليك، ونستمع ما عصرته من قلبك أو ما عصرته من قلبك في هذه القصيدة، فلتتفضل.